ازيكم عاملين ايه؟ انا اريج والنهارده هنراجع مع بعض الكتب اللي قريتها في 2024. السنه اللي فاتت انا قريت 18 كتاب. جود ريدز بيقول ان هم 19 كتاب، غالبا في كتاب اتعاد مرتين او اتحسب ان هو اتقرا مرتين، بس هو في الواقع اتقرا مره واحده بس. الاو سي دي بتاعي كان نفسه يكملوا 20. طبعا نفسي اجي اقول لكم ان انا بفضل الكواليتي على الكوانتيتي، وان انا قريت كتب قليله عشان انا كنت بعرف انقي كتب كويس وبختار الحاجات اللي انا بحبها، بس في الواقع ده مش اللي حصل خالص. يمكن الكتب اللي ما عجبتنيش السنه دي اكتر من الكتب اللي عجبتني مراحل. فالنهارده هتكلم معاكم عن كل الكتب اللي قريتها، مش من الاسوأ للاحسن، بس من اللي ما بسطنيش قوي لحد اللي بسطني قوي فعلا وكنت منبهره. هنبدا بدايه disappointing جدا، Forever After All لكاتارينا مورا. انا قريت كتابين قبل كده لكاتارينا مورا، كانت من سلسله تانية تقريبا اسمها الوينسورز، ما عجبونيش للاسف، بس انا سكر للارينجد ماريج تروب، يعني اي كتاب فيه arranged marriage هبقى عايزه اقراه. بس من اكتر الكتب اللي بتعصبني في التروب ده الكتب اللي هي بتبقى فيها بليونيرز او مليونيرز او مافيا، اللي هم بيبقوا مستفزين وبيعاملوها وحش وبيطلعوا اللي جابوها وفي الاخر بيعترفوا لها بحبهم، وكل ده بيتبرر عادي، اصل هو كان عنده ايشوز وهو صغير. فوريفر افتر اول انا ما قدرتش حتى اكمل بعد 30% منه من كتر ما هو كان كتاب صعب. كان طبعا التروب بتاعت البليونير رومانس، فللاسف انا ما كملتش الكتاب. تاني حاجه عندنا واللي هو السنه دي كانت سنه الارينجد ماريج رومانسز اللي بتاخد ريتنجز زي الزفت، كينج اوف راث لانا هوانج. انا هوانج من المؤلفين المشهورين جدا الفتره دي، يمكن كانت مشهوره قوي في فتره التويستد سيريز بتاعتها اللي انا painfully حاولت اقرا اول كتاب فيها، وحاولت يمكن 3 أو 4 مرات منفصلين وفشلت، ما قدرتش اكمل. بس كنت عايزه ادي السيريز دي فرصه. سبب كبير طبعا كان الكفر بتاعها، الكفر بتاع الكتب شكله تحفه. كنت بقاوم وانا في معرض الكتاب وانا باصه قدام الكتب كده وعارفه ان هي تراش من جوه، بس انا نفسي اجيبها، نفسي احطها على الشلف بتاعي. الفتره دي اصلا كل الكتب الوحشه الكفرز بتاعتها حلوه جدا، بيبقى استراجل فظيع. كينج اوف راث بيتكلم عن دانتي وفيفيان، وطبعا البلوت اللي احنا عارفينه كل مره اللي هو اكيد حد منهم عنده ليفرج اكتر من التاني، والتاني ده محتاج مساعدته، فبيبقى زي بزنس ترانزاكشن ما بينهم، احنا هنتجوز مقابل انا هديك حاجه وانت هتديني حاجه. الكتاب ده كان من اول الكتب اللي انا قريتها السنه دي، مش فاكره فيه اي حاجه، ما فيهوش اي حاجه ميمورابل اصلا عشان افتكرها، غير طبعا الاتيتيود الرائع بتاع دانتي ومعاملته لفيفيان واسلوب الكلام معاها والفيزيكال والمنتال ابيوز مود سوينجز وكل مشاكل الالفا ماتشو مان اللي احنا عارفينها اللي لازم تبقى موجوده في كل كتب انا هوانج وفي معظم كتب الارينجد ماريجز الفتره دي. يا جماعه ريز يور ستاندرد. اوقات كتير بيكون باد انفلونس على الناس اللي لسه بتحاول تقرا، وده بيخليها تتخيل في دماغها ان دي الطريقه الوحيده اللي ممكن انسان يعبر بيها عن حب. نون فيكشن All About Love لبيل هوكس. انا في العادي مش بقرا نون فيكشن كتير، بس السنه اللي فاتت حاولت اشجع نفسي ان انا اقرا شويه حتى لو كتاب او كتابين في السنه، عشان اشوف هل انا فعلا ممكن اتقبل النون فيكشن بس انا بختار كتب غلط، ولا انا النون فيكشن ده مش ليا خالص. الكونكلوجن للاسف كان حزين شويه، يمكن ده عشان سوء اختياراتي انا، اني اخترت كتب مشهوره اكتر من كتب انا عارفه ان انا ممكن اكون مهتمه بيها، ولكن تجربتي مع All About Love ما كانتش من التجارب المحببه لقلبي. يمكن جزء كبير من ده يرجع لان هو كتاب قديم 12 سنه 1999، بيتكلم عن العلاقات عموما اللي ممكن يكون فيها حب، سواء اتنين متجوزين، اب وولاد وام وولادها، الاخوات بينهم وبين بعض، الناس وصحابها، كل البوسيبيليتيز اللي ممكن نشوفها للحب. في كومنتري كتير بقى على الطرق دي وعلى الحاجات الغلط اللي فيها والحاجات الصح اللي فيها وازاي نخلي العلاقات احسن. بس المسج اللي كانت بتحاول تتنقل في الكتاب مسج ممكن تكون قديمه شويه بالنسبه لنا احنا كجين زي، ممكن تكون في الوقت اللي الكتاب نزل فيه الناس ما كانتش عارفه كل المعلومات دي، فبالنسبه لها كانت اول اكسبوجر ليها بالطريقه دي. بالمقابل الكتاب ده مش بيهولد اب السنه دي، يعني ما اقدرش اقول ان الكتاب قادر يستحمل عوامل الزمن، لان كل الحاجات اللي اتقالت فيه بقت اوريدي معلومات مكتسبه احنا خلاص بقينا عارفينها، مش محتاجين نقرا عنها عشان نوصل للكونكلوجنز دي. ممكن يكون السينابسيس بتاعه انجيجنج قوي وده اللي خلاني اصلا عايزه اقراه، بس ما ادانيش في المقابل ده حاجه بالضروره اقدر امسك فيها. الكتاب التاني والوحيد اللي قريته نون فيكشن السنه دي هو اتوميك هابتس لجيمس كلير. اتوميك هابتس انا مسكته اصلا عشان هو اكتر يمكن كتاب مشهور نون فيكشن الفتره دي وبشوفه في كل المكتبات، بس انا كنتش ناوي اجيبه فسمعت الاوديو بوك بتاعه، وهو جيمس كلير نفسه هو اللي بيناريت الاوديو بوك. نظريا ممكن الكتاب يكون محمس، هو الاوديو بوك ناريشن بتاعه مش احسن حاجه، بس الكونتنت احنا هنتشجع دلوقتي لو قريت الكتاب ده في شهر 12 وانا عارفه ان انا هبدا ريزولوشنز جديده الشهر اللي جاي، هبقى متحمسه ان انا اعمل كل حاجه هو بيقول عليها في الكتاب. بس براكتيكلي انا ما حسيتش ان
الحاجات اللي هو قال عليها فعلا ممكن تتطبق، خصوصا الناس اللي ممكن تكون نيورو دايفيرجنت او بتستراجل في التركيز، ADHD، anxiety، مش عارفين يعملوا تاسكس معينه، فبيكون صعب عليهم جدا ان هم يطبقوا الحاجات اللي في الكتاب. فهو ما كانش انكلوسيف كفايه لكل الباترنز بتاعت الناس، خصوصا الناس اللي بتستراجل اصلا في الحته دي، اللي هم بيكون عندهم الاتنشن ديفيسيت ومش عارفين يركزوا. الحاجات اللي هو بيقول عليها بتتطلب تركيز في اغلب الوقت. كمان كانت حاجه مزعجه قوي ان هو تقريبا كل باراجراف او كل 2 باراجرافز في الكتاب لازم يقول في الاخر for more info visit jamesclear.com. وانا مش عايزه سوري يعني سيلف انسرت في الكتاب بيحكي لي عن قد ايه هو راجل جامد وعنده ويب سايت وهيديني معلومات على الويب سايت. ما تقولها في الكتاب. لو في حاجه مهمه قولها في الكتاب. لو في دايجرامز مهمه مش لازم ادخل على الويب سايت بتاعتك عشان اشوف الدايجرامز، حطها في الكتاب. من الكتب اللي زعلتني قوي السنه دي، لان انا كنت داخلاها بقلب كبير ومتحمسه ليها جدا، وكل حاجه كانت بتتجه في اتجاه واحد، ان انا الكتاب ده هيبقى من احسن الكتب اللي اقراها السنه دي. إيميلي وايلز انسايكلوبيديا اوف فيريز، من الكتب اللي فعلا زعلتني لما اكتشفت ان هي للاسف مش ليا. وكمان ما عرفتش افهم الهايب ده كله على ايه. انا مش عارفه اصلا الناس كلها عجبها الكتاب ده ليه، لاني ما لقيتش فيه اي حاجه. الكتاب بيتكلم عن إيميلي طبعا. إيميلي باحثه بتدرس في في الفولكلور، في الفيريز، وفي اليونيفرس ده الفيريز دي حاجه فعلا موجوده، هي مش حاجه غامضه، وهي اوريدي قابلت فيريز كتير قبل كده. بس في جروب معين من الفيريز في دوله هي رايحاها فوق خالص في الشمال، جو تلج، مفيش اي وسائل سهله للمعيشه، عشان تستدي نوع معين من الفيريز لسه محدش عمل له دراسه لحد دلوقتي، عشان هي عايزه تنشر الكتاب بتاعها وتبقى اول حد يتكلم عن الموضوع عشان يحترموها كباحثه ست. في ناس بتقول ان هو كوزي فانتسي، هو مش كوزي فانتسي، هو مش كوزي اصلا يعني. هم في الجليد حرفيا، ما اعرفش ازاي شايفه ان ده كوزي. يمكن بالنسبه لبعض الناس السمول تاون سيتنج بيكون كوزي، بس هو مش كوزي. في ناس بتقول ان هو فانتسي رومانس، مفيش رومانس اصلا. يعني انا مش عارفه هم كانوا بيفكروا في ايه. الفانتسي كانت مينيمال جدا، كانت تشايلدش، كانت طفوليه جدا. انا ما حسيتش اصلا ان البلوت لاين ده بجد، احنا بنتكلم بجد 60% من الكتاب ما بيحصلش اي حاجه. فهو البريمس حلو جدا والكونسبت حلو جدا، واحنا بنشوف الاستراجل بتاعها في الاول، بس بعد كده مفيش اي حاجه بتحصل. 60 او 70% من الكتاب ماشيين كده ولا حاجه. مفيش كونتنت، مفيش احداث، مفيش حاجه. انا كنت اتخنقت خلاص، بفكر ان انا جديا ما اكملش الكتاب، بس انا اشتريت الفيزيكال كوبي فكان لازم اكمل الكتاب عشان ما احسش بالذنب. بس فعليا يعني حتى لما بدأ يبقى فيه بلوت شوية عند 70 أو 80%، خلاص أنا مكنتش مهتمة. وحتى البلوت ده كان ضعيف جدا، كان بلوت ممكن يتحط في كتاب لناس عندها 8-9 سنين. فأما فهمتش الهايب كان على إيه. يمكن بيحسسهم بفايب معين كده، ولكن أنا للأسف الفايب ده ما اشتغلش معايا، مع إني كنت متشجعة جدا للكتاب، بس خيب توقعاتي. كتاب تاني خيب توقعاتي للأسف السنة دي، ما كانتش أحسن سنة في القراية. فاني ستوري لإيميلي هنري. إيميلي هنري من المؤلفين اللي هم هيت اور ميس معايا. كتاب بيبقى احلى كتاب قريته في حياتي، زي People We Meet on Vacation و Happy Place، ده من احلى الكتب اللي قريتها في حياتي. وكتب تانية ما عجبتنيش خالص، منها بيتش ريد، وللاسف دلوقتي فاني ستوري. الكونسبت والبريمس بتاع فاني ستوري كان حلو، لان انا بحب الفيك ديتنج. عندنا دافني ومايلز وصلوا لسيتويشن غريبه بسبب ان دافني كانت مخطوبه لواحد، والواحد ده ليله فرحهم سابها عشان البيست فريند بتاعته، والبيست فريند بتاعته كانت الجيرل فريند بتاعت مايلز. فدافني ومايلز الاثنين اتخزوقوا، وبسبب السيجنيفيكانت اذرز بتاعهم ارتبطوا ببعض، فقرروا ان هم هيقعدوا مع بعض كروم ميتس مؤقتا لحد ما دافني تعرف تلاقي حته تقعد فيها بعد كده. وكمان عشان يحرقوا دم البارتنرز بتاعتهم، قرروا ان هم هيفيك ديت وهيبانوا قدامهم كانهم مع بعض وان هم مبسوطين جدا عشان يردوها لهم. كان في امل كبير قوي ان انا احب القصه دي، لان البريمس كان حلو وانا بحب إيميلي هنري وطريقه الكتابه كانت حلوه. لكن للاسف الكتاب كان بلاند جدا، ما كانش ليه طعم، ما كانش فيه محتوى، ما كانش فيه اي حاجه. الشخصيات نفسها كانت تو دايمنشنال، ما كنتش شايفه منهم اي انترستس، اي بيرسوناليتي. بدات احس من قريب ان إيميلي هنري الميل كاركترز بتاعتها في كل الكتب هم نفس البني ادم تقريبا، وما لهمش شخصيه بالضروره. انا مش لاقيه اي محتوى للبني ادم ده يخلي البنت اللي قدامه تتيك انترست فيه. بعد كده عندنا كتاب من الكتب اللي اتشهرت قوي السنه اللي فاتت، The 7 Years Slip، وده بيتكلم عن بنت اسمها كليمنتاين، عشان طبعا لازم الاسماء تبقى روشه جدا عشان نقدر نقول على الكتاب ان هو يونيك وجامد. كليمنتاين جدتها اللي هي كانت من اقرب الناس ليها ماتت، وادت لها في الميراث بتاعها شقتها اللي هي كانت مقيمه فيها. والشقه دي في مث عنها بتقول ان هي بترجع الواحد بالزمن ل7 سنين، ولازم كل مره تكون 7 سنين. فده حصل لكليمنتاين، وهي رجعت بالزمن 7 سنين وقابلت واحد اسمه ايوان وحبته. بس هي المشكله ان هي مش عارفه
تتراك داون ايوان في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. انا حسيت ان طريقه الكتابه كانت حلوه جدا في الكتاب ده، الستراجلز بتاعت كل واحد لوحده كانت حلوه. انا كنت مبسوطه اكتر بالشابترز اللي فيها كليمنتاين بتستراجل مع اهلها، علاقتها باهلها، علاقتها بجدتها، علاقتها بنفسها، وهي بتحاول تكتشف الحاجات اللي كانت بتحبها زمان وبطلت تعملها. كل الاستراجل ده كان حلو جدا. لكن الجزء بتاع الرومانس اللي كان موجود، مع ان الكتاب ده المفروض ان هو كاتيجورايزد على انه رومانس، ما حسيتش ان في باشن، ما حسيتش ان في حاجه. وبرده كان في انستا لاف، ان هم حبوا بعض بسرعه قوي، الوقت كان قليل، كنت حاسه ان في حاجه ناقصه للاسف. ده اللي خلى الكتاب مش احسن حاجه بالنسبه. بعد كده عندنا لور اولمبس. لور اولمبس جرافيك نوفل سيريز، هي اصلا بتنزل على ويب تونز، يعني انتوا لو عايزين تقروها ممكن تعدوا الببلشد فيرجن كمان وتكملوا ويب تون كتير قوي قدام. بتتكلم عن الجريك ميثولوجي بس مودرنايزد، يعني بدل ما هم كانوا جادز وهيروز وكل الحاجات اللي احنا عارفينها دي، لا هم بني ادمين عاديين خالص وعايشين في يونيفرس زي بتاعنا بالظبط تقريبا، بس بقى مدخلين تفاصيل معينه من الميثولوجي اللي احنا عارفينها في الكاركترز، بس هم نفس الكاركترز بنفس الاسماء. هي مركزه اكتر هنا على هيديز وبرسيفوني، لكن كل الكاركترز اللي احنا عارفينها موجوده تقريبا. فلو حد انترستد في الجريك ميثولوجي وبيحب يشوف ريتيلينجز ليها، هي مش بالضروره ريتيلينج بصراحه، هي بس زي فان فيكشن كده ممتع، الواحد بيقراه للتسليه، مفيش منه اي عظه، مفيش اي محتوى غير ان هو فن ريد كده تعدي بسرعه وخلاص، ممكن تقروه عادي. هاف سول. هاف سول برضو من الكتب اللي كانت مشهوره السنه اللي فاتت واللي قبلها قوي. هاف سول بيتكلم عن بنت اسمها دورا. دورا دي وهي صغيره، في واحد المفروض ان هو الف لورد، يعني قال ان مامتها اللي هي ميته بعت له روحها، فجاي ياخد روحها، وبعد كده حصل انتربشن في النص، فهو بقى معاه نص روحها بس، وهي بقت عايشه بنص روح. بقى عندها مشكله في ان هي تفهم مشاعر الناس اللي قدامها، في ان هي تعرف تحس بمشاعر، في ان هي تعرف ترد بالحاجه المناسبه وتبقى مستوعبه هي بتتكلم في ايه. والكتاب بقى بيتكلم عن دورا وبنت خالتها، وهم بيدوروا مع بعض على حد ممكن يخرجها من الكورس دي. ده بقى كتاب انا ممكن افهم الهايب بتاعه كان على ايه. هو مش اعلى كتير قوي بالنسبه لي في التقييم من ذا 7 years sleep او فاني ستوري، بس الكتابه فعلا في الكتاب ده كانت حلوه. انا في عادتي بستراجل اوقات لما بقرا هيستوريكال رومانسز، خصوصا اللي هي مكتوبه في الثمانينات والتسعينات، بس هاف سول كانت مكتوبه بطريقه حلوه قوي وفي نفس الوقت اكسسبل. البيربل بروز اللي فيها كان بكميه مناسبه للدايجيشن بتاع دماغي، فما كنتش باخد وقت في ان انا افهم الكلام، فكان بيعدي بسرعه. الاوديو بوك كان لذيذ جدا. الكتاب ككل كان كوزي وحلو ويعني ساتيسفاكتوري كده، احنا بنوصل للاخر خلاص احنا مبسوطين بالنهايه. بس انا ما كنتش مبسوطه بالقصه، وبرده كان فيها جزء طفولي جدا، انا مش قادره اخدهم بجديه. انا فاهمه فكره الكوزي فانتسي ان ما بيكونش فيه ستيكس عاليه، مفيش خطر، احنا عارفين ان دايما الشخصيات هتكون في امان. بس بعيدا عن ده كمان القصه نفسها كانت طفوليه قوي، يعني انا كنت حاسه ان الكتاب ده انا ممكن اقراه لولاد صغيرين عادي وهيكونوا مبسوطين بيه. الفيلن اللي هو المفروض يكون الراجل الشرير الاساسي اللي احنا بنتكلم عنه طول القصه كان شخص ساذج جدا، كان insignificant فعلا، فما اتبسطتش بيه قوي بصراحه، برغم ان الكاركترز كانت حلوه وان الكتابه نفسها كانت حلوه وانا كنت مبسوطه بالسيتنج وبالمكان بس القصه ما كانتش ليا للاسف. نبدا ندخل بقى في الكتب الحلوه شويه اللي فعلا عجبتني، واللي منها none of this is true. 2 ستات، جوسي واليكس. البلوت لاين مركز اكتر على جوسي، يعني هي مين كاركتر اكتر منها اليكس، ولكن الاثنين ستات عندهم 45 سنه، مولودين في نفس يوم الميلاد بالظبط، وهيتقابلوا وهما الاثنين بيحتفلوا بعيد ميلادهم في نفس الوقت. ومن هنا هيبدا تباعا بقى ان جوسي هتحاول تقابل اليكس وتعرف ان هي بتعمل بودكاست وبتتكلم فيه عن الستات الناجحه في حياتهم، وهتقول لها انا عايزاكي تعملي بودكاست عني، انا يمكن لسه ما حققتش حاجه في حياتي بس انا ناويه اعمل ده دلوقتي، وانا عايزاكي تدوكيومنت معايا اللي هيحصل تدريجيا. أليكس عجبتها الفكرة طبعا، وهيبدأوا يعملوا بودكاست مع بعض، وبعدها بالتدريج هنكتشف زي العنوان بتاع الكتاب none of this is true. طبعا كان كتاب لذيذ، مفهوش حبكة قوي، مفهوش غموض قوي، معظم الحاجات اللي بتحصل متوقعة، بس الجيرني نفسها، الاكسبيرينس اللي انا حسيتها وانا بقرا الكتاب كانت ممتعة جدا. معذرة كان في مشكلة تقنية. وصلنا لحد فين؟ كانت صدفة غريبة قوي ان الكتابين الثريلر الوحيدين اللي قراهم السنة دي يطلعوا هما الاثنين بيتكلموا عن نفس الموضوع او نفس التوبيك تقريبا، وهو الجرومينج. بس على عكس none of this is true، زفير بيتكلم اكتر من الجانب اللي ضد الجرومينج. بيتكلم عن بنت اسمها لو، حصلت لها حادثه وهي عندها 17 سنه بسبب ان في مدرس عندها في المدرسه عنده 37 سنه حاول يجرومهر، وخدها معاه فرنسا وخطفها وحبسها هناك، وكان في تدخلات كبيره جدا من البوليس عشان هم يعرفوا يرجعوها. وبعد كده لو سابت البلد دي خالص من كتر ما هي كانت تروماتايزد بسبب وجودها هناك، وبعد فتره طويله قوي رجعت بلدها دي تاني، وكان الجرومر بتاعها لسه موجود، وبدات تلاحظ ان هو ممكن يكون بيعمل ده مع بنت جديده، وبدات تتدخل عشان تحاول تحمي البنت ونفسها من كل التروما دي. نفير كان من الكتب اللي هي متوقع
متوقع بالظبط ايه اللي هيحصل، بس من الكتب اللي الرحله بتاعتها ممتعه اكتر من الديستنيشن نفسه. فانا كنت مبسوطه وانا بقرا. كان بيج تورنر، عايزه اقلب بسرعه اعرف ايه اللي هيحصل بعد كده، لكن هو ما كانش بالضروره بيضيف اي حاجه جديده للثريلرز عموما. من الحاجات اللي غير منطقيه ان انا اكون وصلت للسن ده في حياتي وانا ما اعرفش اي حاجه عن هانجر جيمز. قريت الجزء الاولاني السنه اللي فاتت، وحاليا انا بقرا في الجزء الثاني، ومستغربه جدا ان انا لحد دلوقتي ما حصليش اي سبويلنج لاي حدث من الاحداث اللي انا بقراها لحد دلوقتي. كلنا طبعا عارفين ذا هانجر جيمز بيتكلم عن ايه، بس اللي مش عارف هو ديستوبيان نوفل بيتكلم عن بنت اسمها كاتنس هتفولنتير مكان اختها الصغيره في حاجه اسمها الريبينج. 24 طفل بيتخانقوا مع بعض على حرفيا ان هم يعرفوا ياكلوا المقاطعه بتاعتهم بعد كده. وده من الكتب اللي كنت محتاجاها البرومبت في ذا ماجيكال ريداثون. ديزني هاملت، انا بحب بطوط جدا، بحب مجله ميكي جدا، كنت بقراها من وانا صغيره، من قبل ما نهضه مصر تاخدها ايام ما كان في منشورات دار الهلال، وهي من السلاسل المقربه لقلبي، فحتى لحد دلوقتي لما بتطلع اديشنز جديده بحب اقراها. ديزني هاملت برضو من الليميتد اديشن سيريز اللي كانت حلوه قوي، واتبسطت جدا جدا وانا بقراها، وبحب الارت ستايل وبحب الترجمه بتاعتهم لحد دلوقتي قوي، ومش هبطل اقراها غالبا حتى لو كل الناس قعدت تقول ان انا كبرت على الكلام ده. انا ما بكبرش على مجله ميكي بصراحه. بعد كده عندنا اديل وذ ديفل، ده من الكتب اللي هي فورست بروكسيميتي. انا مش من الناس اللي بتميل للتروب بتاع الفورست بروكسيميتي، ان هما اتنين يكونوا قريبين من بعض مضطرين يتعاملوا مع بعض ويحتكوا ببعض لفتره طويله لحد ما يكتشفوا ان هما بيحبوا بعض. بحس ان هي بريشرنج شويه، ان هو الواحد لما ما يلاقيش حد في الدايره بتاعته في المحيط بتاعه غير بني ادم واحد بس بيشوفه كل يوم تقريبا، بيتعامل معاه فتره معينه من الزمن، في الغالب هيجرو فيلينجز لبعض يعني. بس الكتاب ده عرضها بطريقه مميزه قوي بصراحه، يعني انا كنت انفستد قوي 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 من اول كام شابتر، والانر تروما بتاعت كل واحد منهم كانت بيتم مناقشتها بطريقه كويسه، ومفيش حاجه بتعدي كده على طول. ما كانش فيه انستا لاف، ما كانش فيه اجبار ان هو يعني اتنين مفيش كيمستري بينهم محطوطين مع بعض، لا ده مش حقيقي، كان فيه كيمستري كويسه جدا. فده من الكتب الرومانس القليله اللي انا قريتها السنه اللي فاتت وفعلا عجبتني. بعد كده عندنا فانجيرل ذا مانجا. اعتقد فانجيرل من الكتب اللي ممكن تتساوى بذي هانجر جيمز من كتر ما الناس عارفينها. دي رواية نزلت زمان قوي قوي قوي، كانت بتتكلم عن اتنين توأم بنات داخلين كوليدج لأول مرة في حياتهم، وبنحاول نشوف هيتعاملوا ازاي وهما ما بقوش لازقين في بعض كده، بقى كل واحد ليه حياته وليه استقلالياته. في واحدة اتأثرت بده أكتر من التانية، واحنا بنمشي مع قصتها وبنكتشف ان هي اصلا بتكتب فان فيكشن لسيريز مهمة جدا في سلسلة الكتب مشابهة لهاري بوتر. هي مقصود ان هي تكون شبه هاري بوتر، بس مسمينها اسم تاني طبعا في الكتاب. ففانجيرل ده من كام سنه كده حد مسكه وقال احنا هنعمل منه مانجا سيريز، يعني هو نفس الكتاب بس هنرسمه. انا ما قريتش فانجيرل قبل كده، حاولت اقراه بصراحه كذا مره فشلت، بس المانجا اديشن دي عجبتني جدا جدا. انا متابعاها من زمان وقريت اخر جزء منها السنه اللي فاتت. كل الاجزاء بالنسبه لي ما بين 4 و 5 ستارز، يعني لو حد خصوصا عايز يبدا يقرا جرافيك نوفلز او مانجا او يقرا عموما وحاسس ان مجهود الباراجرافز الكبير ده بيبقى تقيل عليه، ممتعه جدا اصلا ان انت تقرا كتاب في صورة مانجا. اخيرا وليس اخيرا، اعلى كتاب او كتابين قريتهم السنة دي اللي انا مبسوطة جدا 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 ان انا وقعت قدامهم كده، والاكسبيرينس كانت من احلى الحاجات اللي مريت بيها السنة اللي فاتت في القراية، هي سلسلة وان دارك ويندو والسيكول بتاعه تو تويستد كراونز. دي فعلا من الكتب اللي انا ما كنتش متخيله ان انا هحبها بالشكل ده، لدرجه ان انا وانا بقرا كنت عايزه ابطئ البيسنج بتاعي عشان الكتاب يقعد معايا فتره اطول. كانت من الكتب الرائعه اللي فعلا رجعتني من السلامب القوي اللي انا كنت فيه من كتر الفايب بتاعها. ما كان جميل. انا من الناس اللي بتحب الفانتسي بتاعها يكون الفايب فيه اقوى عامل، يعني اكتر مثلا حتى من الشخصيات، مش بالضروره البلوت كمان، بس لازم يكون في اوثنتيك فايب كده للكتاب ده. كل ما افتكر الكتاب احس بيه جوايا، وده اللي ريتشل جالج قدرت تحققه في الدوولوجي دي. هم كتابين بس خلصانين، ده فانتسي رومانس نوفل، بس هو في الواقع ما فيش رومانس ولا حاجه، او رومانس ممكن يكون واخد باك سيت ورا كده، مش بالضروره حاجه قويه قوي. في عالم متاثر قوي بعوامل الغابات والزرع والنباتات، اسماء العائلات كلها متسميه على اساس كده، الديفينيتي بتاعتهم معتمده على الاشجار، اصلا المدن كلها محاطه بالاشجار. بنت اسمها إلسبيث عندها سكيل معينة مش موجودة عند أي حد تاني، والسكيل دي الملك محتاجها لسبب ما عشان يحاول يمد سيطرته على المملكة اللي هو ماسكها. وفي نفس الوقت في جروب تاني معارضين بيحاولوا يدوروا على إلسبيث دي عشان يستخدموا نفس السكيل اللي عندها، بس في جانب تاني ان هم ما يخلوش الملك يمسك المملكة اكتر من كده. الكتب دي مهما اتكلمت عنها مش هوفي، وهفضل اقول لاي حد يعدي قدامي ان هو لازم يقراها. يعني الكتب الفورميوليه جدا التقليديه جدا، مفيش لف ودوران كتير، ماشيه على فورمولا معينه، ممكن تكون كتب كتير مشيت عليها،
بس ظبطت معاها قوي قوي قوي. ان هو فعلا من الكتب اللي اساعدتني جدا وخلتني احس ان انا عايزه افضل اقرا تاني لحد ما الاقي كتاب بنفس الجمال بتاع الكتاب ده. هنا نكون وصلنا لاخر رحلتنا، دول ال 18 كتاب اللي قريتهم السنه اللي فاتت. اتمنى ان انا اكون معاكم السنه الجايه برضو واحنا قاعدين كده بنعمل ريكاب للسنه دي. يا رب اعرف اكون كونسيستنت اكتر في الفيديوهات بتاعتي. مبسوطه ان انا قعدت معاكم النهارده، وان شاء الله على مدار السنه اقدر اقعد معاكم كتير، واشوفكم الفيديو الجاي.